السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة مع بعض وصفة مدهشة من صدر فرخة. هنعمل كمية كبيرة من غير قلي ولا شوي، بمعلقتين زيت على سمنة هنعمل احلى كفتة فراخ. حط لايك وشير لكل حبايبك، ولو لسه ما اشتركتيش يسعدني اشتراكك، ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انا معايا يا بنات هنا كوباية من البرغل، كوباية متوسطة تكون صغيرة. هوريها لك دلوقتي معايا، مش المج الكبير، لا الكوباية دي اهي. شايفينها قد ايه؟ ما يعادل كوبايه الا ربع من المج الكبير، عشان الكوبايه دي صغيره. تمام كده يا بنات. باخدها زي ما انتم ما شايفين، بغسلها اهو البرغل اهو قدامكم، وبنقعها زي ما انتم ما شايفين كده. بعد ما بيتنقع بيتغير لونها للون اللي انتم شايفينه ده، وبحطها على جنب. وببدا ان انا اجيب بصلايه الحجم اللي انتم شايفينه ده، ببشرها او تضربيها في الكبه زي ما انت ما عايزه، او ممكن تعملي المقادير دي كلها وتضربيها في الكبه برده زي ما هتشوفي دلوقتي. بس انا حبيت اعملها كده عشان عايزاها تبقى ناعمه وما تبانش. ومعايا قرنين فلفل اخضر خرطتهم ناعم قوي زي ما انتم ما شايفين كده. ليه؟ عشان انا مش عايزاها تظهر في قلب الايه، الفراخ. ومعايا صدر من الفرخه، هاخدهم احطهم في الكبه بتاعتي، وابدا احط عليهم المكونات كلها اللي انا قلت لكم عليها. البصلايه اللي انتم شفتوها معايا، وعليها الفلفل اللي انا مقطعاه ناعم. لو عايزه تقطعيه ناعم ويوصل معاكي للدرجه دي، اعمليه بالمخرطه على القرمه بتاعتك، هيطلع ناعم وزي ما انت ما شايفه زي الفل كده. وهنبدا نضربهم في الكبه بتاعتنا. وبعد ما ينعموا شويه هبدا انزل عليهم بثلاث فصوص من الثوم كبار. انا ده عندي مطحون يا بنات، او ان انا مفرزاه وحطاه في الفريزر. تمام كده. وهنزل بيهم على بقيه الخليط بتاعنا. تمام كده. وهنزل عليهم بالبرغل بتاعنا اللي انا صفيته، ما خليتش فيه نقطه ميه يا بنات، بتصفوه جدا جدا، ما تخلوش فيه فتفوته ميه. وهنزل عليهم بمعلقتين من الملح الصغيرين، ومعلقه من البابريكا، وهنزل عليهم بمعلقه من السبع بهارات، وهنزل عليهم بمعلقه من الفلفل. كل دول التوابل اللي انتوا شايفينها دي بالمعلقه الصغيره بتاعت التوابل يا بنات. وهنضرب كل المقادير دي زي ما انتم ما شايفين كده لحد ما تنعم معانا وتبقى بالنعومه اللي انتم شايفينها دي. هنبدا نفضيها في بوله وناخد منها اقراص صغيره كده، كوره كده بحجم ايه البيضه الكبيره. تمام كده. وتبداي تفرديها زي ما انت ما شايفه كده، كانك بتعملي قرص طعميه كبير، بس تفرديها بالمستوى اللي انتم شايفينه ده. ما ترفعش اكتر من كده وما تتخنش اكتر من كده. السمك بتاعها ده حلو قوي. تمام. والارتفاع ده برضو حلو قوي. عايزه تكبريها اكتر من كده مفيش مشكله. لو عايزه تعمليها بطريقه تانية، بطريقه البرجر اللي احنا بنعمله في الغطا بتاع البرطمان دوت، هتجيبي كيس زي ما انت ما شايفه كده، وتبداي تدهني ايدك بشويه من الزيت، وتدهني الكيس ذات نفسه، وتبداي تحطيها زي ما انت ما شايفه كده، وتفرديها، هتطلع لك قرص كبير زي القرص بتاع البرجر بالظبط. بس انا بصراحه شايفه ان الحجم اللي انا عملته ده كويس جدا. وبعدين دي يعني هتحتاج ايه، دبكه شويه. انا حبيت اوريكي الطريقتين، بحيث لو عايزه تعمليها كده اعمليها، او تعمليها بطريقه تعمليها. انا بصراحه مستسهله الطريقه بتاعتي، والحجم بتاعها يعني حاسه احسن. بصوا يعني تحسي دي برضو مستواها كويس، وهتطلع لك عدد كبير، لكن لما تطلع كبيره كده هتطلع عدد قليل. تمام كده. وعملتهم كلهم زي ما انتم ما شايفين كده في قلب صينيه، هنحطهم في قلب التلاجة ونسيبهم يتشمعوا ايه بتاع ربع ساعه او 10 دقايق. على ما يتشمعوا انا معايا هنا نص كوبايه من اللبن، هحط عليهم معلقتين جبنه مهرمين، بحيث ان انا هعمل لهم شويه من المايونيز احلى من اللي هنشتريهم من بره باذن الله. وعلى طرف المعلقه هنحط شويه فلفل اسمر، ومعلقه من الملح صغنطوطه، ومعلقه كبيره من الخل، ونضربهم في الخلاط. اول ما يبداوا يمتزجوا يا بنات وتحسوهم ان هم اتضربوا بقوا تمام، تنزلي عليهم بسرسوب صغير من الزيت، كوبايه من الزيت. انا عامه ما بلتزمش بمقدار الكوبايه من الزيت، انا بفضل احط سرسوب صغير لحد ما تاخد معايا القوام التقيل، وبعد كده ابدا اوقف. شايفين يا بنات؟ بس هي المقدار ده هياخد كوبايه من الزيت، يعني نص كوبايه اللبن هتاخد معانا كوبايه من الزيت. شوفوا يا بنات، يعني احلى من المايونيز اللي بتشتريه من بره 1000 مره. وعملت معايا نص بوله كبيره. خدوا بالكم دي مش بوله صغيره، دي بوله كبيره، مش البوله بتاعت الرز بلبن، لا دي بوله كبيره. وبكده الكفته بتاعتي اتشمعت معايا، ابدا اطلعها واحط في الطاسه معلقه سمنه ومعلقه زيت فقط لا غير، وتبداي تحمري الكفته بتاعتك. درجة الحرارة يا بنات بتبقى متوسطة، ما بتولعيهاش قوي على الاخر علشان تستوي معاكي. مش عايزاكي تبقي معليه درجة الحرارة قوي، فتقوم واخدة وش من اليمين واخدة من وش من الشمال، او من فوق او من تحت، وخلاص شكرا على كده. لا، احنا خلي درجة الحرارة تبقى متوسطة. وبمجرد ما تلاقيها اتشمعت من تحت كده وخدت لون فاتح كده، تمام، تبداي ايه ان انت تقلبيها. وعايزه اقول لكم على حاجه حصلت معايا وانا شغاله، يعني ايه، نسيت طاسه منهم كنت حاطه فيها برده زي ما انتم شايفين القطع بتاعه اللحمه كده، ورحت سايباها شويه، فخدت تحميره شويه جامده. التحميره دي اهي، بصوا شايفين كده معايا، بصوا اللون، هو اللون شكله جميل. لا ما توصلهاش بقى للون ده، لان انا لما وصلتها له اللون ده وجيت اكلها لقيتها شاده نسبيا. لكن لما بتخليها وسط
هوريكي بقى الطاسه ديت اللون بتاعها يعني ايه هادي كده، واللون بتاعها فاتح قوي. دي جميله يا بنات، طريه وجوسي وجميله قوي، لكن التانية كانت بتشد نسبيا. فانا قلت خلاص مش مشكله اهو. بصوا اللون ده يا بنات، اعملوها بقى باللون ده، اللون ده اجمل بكتير. والله يا بنات هتاكلوا احلى كفته فراخ وهتدعوا لي. وعملت معانا كميه محترمه، والبرغل مش باين فيها تماما. اعملوها وعلى ضمانتي. انتوا عارفين لو حاجه مش كويسه انا مش هقول لكم عليها. وصفه بصراحه يعني تحفه، وتستاهل ان الواحد يعملها كل فتره، وبترمي كميه كبيره من كفته الفراخ. بصوا يا بنات لما باجي اشدها وباجي اقطعها عامله ازاي، تحس ان هي ايه يعني بتشد كده. لكن اللي تحت الطريه دي، اللون الغامق اللي انتوا شايفينه في الكفته ده ما توصلهوش له كده، لا انا عايزاكم توصلوها للون الفاتح ده. جربوها يا بنات وعلى ضمانتي ان شاء الله هتنال اعجابكم، وكل اللي هيدوقها هيشكركم عليها. وبكده وصفه النهارده تكون خلصت. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.